النهارده نحن نشهد عودة تاريخية والعودة الأقوى والأحلى والأجمد في عالم الموبايل لغاية دلوقتي. معانا النهارده موبايل من شركة هواوي، وهو الهواوي بيورا 80 الترا. النهارده زي ما انا بقول لك هواوي راجعه بالتقيل قوي منه. ازيكم يا شباب، عاملين؟ رب تكونوا بخير. معاكم عمر هاني في فيديو جديد، واهلا بيكم في حلقه جديده. النهارده معانا مراجعه للموبايل الهواوي الجديد اللي هينزل السوق العالمي، وهو الهواوي بيورا 80 الترا. موبايل تقيل جدا جدا جدا، وبالنسبه لي ده هيبقى افضل موبايل للكاميرات في العالم كله، ونقدر ينافس اي منافس حرفيا، سواء بقى اي او اس او اندرويد. بكبير الاندرويد بكبير الاي او اس، كل حاجه ده يقدر يتفوق عليه في حوار الكاميرات، وبالذات في الزومنج بتاع الكاميرات بتاعها. حوار يا جماعه، حوار حرفيا زي ما احنا هنشوف في الموضوع بتاع الكاميرات لما نيجي نتكلم عن الكاميرات. بس تعال نبدا البدءه بتاعتنا عاديه، اللي هو نبدا بالتصميم، وبعد كده الشاشه والحاجات دي كلها زي ما احنا بنعملها في اي موبايل. تعال نبدا الاول بالتصميم بتاع الموبايل. وطبعا تصميم الموبايل هنا، هو الموبايل مش رخيص خالص 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 يعني، فالموبايل طبيعي ان هو لازم يكون جاي من الزجاج، وكمان الفريم بتاعه من المعدن، ده الطبيعي. الموبايل اصلا الظهر بتاعه تحس ان هو كده جاي كله قطعه واحده، تحس ان الكاميرات مع الظهر كده يعتبر هم كلهم حته واحده، والمنظر بتاعه قوي. وحتى كمان شكل الكاميرات تحس ان هي حاجه رعب كده، في حاجه خطر انت هتعملها بالموبايل ده بالشكل بتاع الكاميرات. وطبعا برضو انت لو بصيت على الكاميرات من هنا هتحس ان هم 3 كاميرات، ولكن عزيزي المشاهد هي مش 3 كاميرات ولا حتى 4 كاميرات. الموبايل هنا فيه 5 كاميرات حرفيا، وده بسبب ان في تقنيه حديثه لاول مره تستخدم في عالم الموبايلات في الموبايل ده تحديدا. وعامه ملمس الموبايل سائع في الايد، ومسكته جميله، وتقدر انت تمسكه بالايد الواحده من غير ما يضايقك، يعني بيبقى يعتبر المسكه بتاعته مريحه، ودي حاجه كويسه جدا تكون موجوده برده في الموبايل. وطبعا انت عندك الجراب بتاعه موجود في العلبه، والشاحن وراس الشاحن والحاجات دي كلها موجوده في العلبه. والشاحن اللي موجود هنا هو سريع جدا لانه بيجي ب 100 واط. وعندك هنا مدخل الشاحن يقدر ان هو يحط يو اس بي سي ويو اس بي اي، وده معناته ان انت هتلاقي ان انت عندك سرعه الشحن قويه جدا. وده يعتبر هو اسرع من الاس 24 الترا وال 16 برو ماكس وال 17 اللي لسه هينزل كمان. يعني انت متخيل هو اسرع من ايه؟ ده اسرع من حاجه لسه هتنزل. تعال برضه نتكلم عن شاشه الموبايل اللي موجوده هنا. ال تي بي او اوليد، شاشه عظيمه جدا وفخمه جدا، وكمان هي بتيجي كيرف، تيجي 6.8 بوصه. بتجي لك بطاقه حمايه من الجيل الثاني من الكريستال ارمور، 120 هرتز، اتش دي ار 10. كل حاجه موجوده في الشاشه دي حرفيا، وتدعم المليار لون، والشغل العالي بقى اللي احنا عارفينه ده كله موجود هنا. والحواف بتاعتها قليله جدا جدا جدا. وطبعا لو انت باصص ان الشاشه اموليد، فاكيد هنا الفينجر برينت موجوده داخل الشاشه، ولكن هنا لا، البصمه موجوده في زرار الباور، ودي حاجه غريبه الصراحه. انا ما اعرفش هم ليه ما عملوهاش، انا ما اعرفش ليه الصراحه. دي انا اول مره اشوف شاشه اموليد وحاطين البصمه في زرار الباور مش في الشاشه عادي، وبالذات في مباراه الفلاج شيب. بس انا ما اعرفش. وعامه بالنسبه لي البصمه هنا سريعه جدا وما بتغلطش ودقيقه. وعامه الشاشه اللي احنا يعتبر خدناها عابر سبيل كده، شاشه ممتازه جدا، الالوان بتاعتها كويسه، دقتها حلوه جدا، وكمان هي شاشه واسعه، يعني شاشه مش هتلاقيها ضيقه ولا بتاع. وده بفضل الكيرفد اللي موجود في الشاشه هنا، اللي بيخليك اللي انت تحس ان الموبايل كله شاشه. دي هي بس فكره الكيرف اللي ما بيبقى موجود في الموبايلات، ان هو يحسسك ان الموبايل يعتبر كله شاشه، مش فيه حواف مثلا كبيره ولا حاجه. وده هو اللي بيدي الايحاء اللي انت بتشوفه في الموبايلات. الموبايل جاي لك بالسوفت وير الام يو اي 15، والسوفت وير ده مش اندرويد، ولكن ما تقلقش، الموبايل ده تقدر ان انت تنزل فيه اي برامج الاندرويد اللي انت عايزها، وكل خدمات جوجل تقدر ان انت تجيبها من عن طريق الجاليري الخاص بهواوي اللي بيبقى موجود في الموبايل، وهو الهواوي اب جاليري. لو انت دخلت عليه وتعمل سيرش على اليوتيوب او على جوجل كروم او على اي حاجه هتلاقيها، وتقدر تنزلها بسهوله جدا وبشكل رسمي، مش زي بقى الشغل بتاع زمان اللي انت محتاج تعمل مثلا تقفل حاجه وتفتح حاجه وتنزل برامج مش عارف ايه تدخله من الاوت سورس والشغل ده. كل الحاجات هنا موجوده في الاب جاليري بتاع هواوي، تقدر تنزلها بشكل رسمي عادي. يعني ما تقلقش من اي شغل اللي هو السوفت وير مش اندرويد، فده معناته ان انت مش هتقدر تنزل اي حاجه. لا، هتقدر تنزل دلوقتي، متاح جدا. وكمان تقدر تنزل لعبه ببجي موبايل وتلعب بيها كمان في الموبايل عادي. تعال بقى نتكلم عن المعالج بتاع الموبايل، وعودا حميدا للمعالج بتاع هواوي اللي بقالنا كتير جدا ما قلناش عليه. وتقريبا يعني هو تقريبا هواوي حصل لها المشكله دي من قبل ما افتح القناه، وهو المعالج بتاعها اللي هو الكيرن. ياه، اخيرا رجعنا نقول كلمه كيرن بتاعت هواوي دي من زمان تاني. والمعالج هو الكيرن 9020 7 نانومتر. الموبايل هنا تقدر تلعب على ببجي موبايل على اتش دي ار اكستريم، وبرده على الالترا برده اكستريم، وبرده على السموث نفس الكلام الاكستريم. ما عندكش هنا للاسف 90 فريم مش متاحه على الموبايل ده والمعالج ده للاسف. المعالج كويس والمعالج ممتاز، ويقدر ان هو يشغل لك حاجات مستقره زي ما انا ما قلت لك على لعبه اكستريم مثلا ببجي موبايل، ولكن هو للاسف لسه مش عنده 90 فريم مش موجوده هنا. دي بس النقطه طبعا ان هو معالج كويس، ولكن في المنافسين بتاعه بنفس سعره في معالجات اقوى بكتير تقدر ان هي توديك ال 90 فريم، وده بشكل مريح جدا. يعني تقدر ان هي تديها لك 90 فريم مستقره و120 فريم كمان، ولكن هنا انت ما عندكش لسه 90. هي دي المشكله. ولكن كاستخدام يومي واستخدام طبيعي، سواء تصوير ولا طبيعي بقى استخدام سكرولنج والاستخدام اليومي والحاجات دي كلها، هيبقى بيرفكت جدا معاك، ممتاز من كل النواحي. ولكن هي الفكره كلها ان ده يعتبر موبايل مش جاي للجيمنج قوي، هو جاي للناس اللي استخدامهم طبيعي اليومي الطبيعي. يعني حتى لو انت كمان هترندر عليه هتلاقي الرندره بتاعته كويسه يعتبر. والموبايل
الموبايل هنا هيقدر يستحمل معاك كمان يعتبر يوم ونص، لان الموبايل اللي بيجي هنا هو 5170 امبير مع سرعه الشحن ال 100 واط، فطبعا الموبايل ده هيقدر يشحن معاك في اقل من ساعتين. وكمان عندك هنا الشحن اللاسلكي بتاعه بيجي ب 80 واط، واللي هو برضه اسرع من الاس 24 الترا، وبرضه ال 16 وال 17 وال 18 والمش عارف ال 18 والحاجات دي كلها سريعه جدا. شاحن لاسلكي 80 واط ده سريع جدا. الموبايل كمان هنا بيجي لك باثنين ذاكره داخليه 512 و1 تيرا، والاثنين بيجوا ب 16 جيجا رام، ودي حاجه ممتازه جدا. وطبعا انت ما عندكش هنا في الموبايل ده ميموري كارد خارجي. معيار الامان اللي موجود هنا بتاع الميه والغبار بيجي بال 68 وال 69. والموبايل هنا كمان ضد درجات الميه المختلفه، يعني انت لو في الحر او الميه سخنه جدا يقدر يستحملها وهكذا، يعني الحاجات دي كلها، فدي طبعا برضو حاجه كويسه. تعال بقى نتكلم عن ملك هذه الموبايلات وهي الكاميرات بتاعتها. اولا انت عندك كاميرا الترا وايد 40 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.2، ودي الكاميرا يعتبر هي الوحيده اللي فيهم كده عاديه، كاميرا الترا وايد بتديك صور كويسه وصور جميله بسكين تون ممتاز وكل الحاجات دي كلها. ولكن الموبايل هنا الحاجه الجميله واللي انا بقول لك عليها تقنيه جديده اول مره تحصل في عالم الموبايلات، وان الموبايل هنا بيجي لك بكاميرا يعتبر فيها كاميرتين في بعض. بمعنى الموبايل ده يعتبر فيه عدستين، عدسه متغيره ودي اللي هي تقدر تخليك تعمل زوم لاي حاجه انت بتصورها، تقدر تعمل مثلا زوم عليها زي اللي بيبقى موجود في ال 24 الترا وال 16 برو ماكس. ولكن المختلف هنا ان الزوم ده بيبقى زوم حقيقي، بيعمل لك زوم حقيقي بالعدسه بتاعته لما بيجي بيحولها، فبيديك صوره حقيقيه اكنك انت مصورها وانت قريب منها. يعني انت ما بتخسرش اي كواليتي. اي زومنج تاني كان بيحصل في اي موبايل يعتبر كان بيبقى سوفت وير بيحاول ان هو يعالجها لك بشتى الطرق بالاي اي، ان هي يحولها لك ان هي تكون الجوده بتاعتها محترمه. ولكن ده حقيقي، زوم حقيقي بيبين لك الصوره بكواليتي مختلف تماما عن ال 16 برو ماكس وال 24 الترا بكتير. وده عن طريق بيعمل السويتش ما بين العدستين، وتقدر كمان ان انت تسمع صوته، وصوته بيبقى لذيذ قوي. صوته وهو بيحاول ما بين العدسه للعدسه بيبقى شكله لذيذ، وبتقدر تسمعه عادي جدا من غير ما انت تحط الموبايل على ودانك بتاعك. وبيبان كمان التغيير بتاع العدسه موجود، يعني تقدر ان انت تشوفه عادي جدا وهو بيعملها من الزوم او ان هو يخليك تصور صوره عاديه. دي حركه حلوه جدا ان هم قادرين ان هم يعملوها. اكيد في موتور جوه، هم ما حدش اتكلم عن الموتور ده، بس هو اكيد في موتور هو اللي بيحرك الموضوع ده. والكاميرا الاساسيه اللي عندك هنا هي 50 ميجا بكسل وبتجيلك بسنسور 1 انش كامل. يعني انت عندك هنا الكاميرات خرافيه، مش محتاجه منك اي حاجه، كاميرات عظيمه. وفتحه عدسه اف 1.6 فتحه واسعه جدا. كمان هي فتحه عدسه متغيره توصل من اف 1.6 لغايه الاف 4.0، فبالتالي العدسه دي تقدر تديك صور قويه ونقيه واضاءه حلوه جدا، سواء حتى كمان في الاضاءه المنخفضه. وكمان اداء الالوان عظيم، ان السكين تون بتاعها شغال كويس جدا في التصوير وفي الفيديوهات كمان ممتاز جدا. وفي كاميرا تانية لوحدها هي اصلا بتبقى مخصصه ان هي تاخد الالوان او حراره الالوان اللي موجوده في الصوره اللي انت خدتها عشان تطلع لك الالوان الحقيقيه اللي موجوده في الصوره بالظبط. يعني هي ما بتعملش اي حاجه غير ان هي تختار وتشوف وتحلل الالوان اللي موجوده في المنطقه بتاعتك عشان تاخد نفس الالوان بتاعه الصوره اللي انت خدتها. ودي طبعا حركه كويسه جدا وحركه جامده ان انت تاخد الالوان هي يديك حقيقيه اكتر في الصوره. والموبايل هنا بيقدر يصور 4K 30 او 60 فريم. الكاميرا السيلفي هنا 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.0، وكمان بتدعم الالترا وايد، بتديك صور جميله جدا، والسكين تون بتاعها برده ممتاز جدا وحلو جدا. خلاصه الكلام الموبايل ده في الكاميرات مفيش ليه منافس بتاتا. اي منافس تاني في حوار الكاميرات الموبايل ده هيقدر ان هو ويسحقه، مش يستحق بقى، يسحقه حرفيا في حوار الكاميرات. الكاميرات هنا ممتازه جدا في حوار الزومينج وحوار التفاصيل، سواء في كل ظروف الاضاءه العاديه. ولكن كمعالج لا، في موبايلات كتير جدا تقدر ان هي تنافس هذا الموبايل في حوار المعالج، سواء في الالعاب عامه يقدر ان هو ينافسه بشكل كبير. ولكن عامه بقى في حوار الكاميرات والسوفت وير دي برضه بتبقى تفاضيل شخصيه. يعني انت بقى تفضل ان انت تاخد مثلا السوفت وير والحاجات دي كلها، ولكن طبعا الكاميرا لا، الكاميرا هو ده لغايه دلوقتي حاليا الطب، لغايه ما نشوف المنافسين التانيين هيعملوا ايه ويردوا على هواوي ازاي، والرجوع بتاع هواوي اللي يعتبر شبه قوي جدا، ومستنيين حاجات تانية افضل بكتير من هواوي اكيد. وبس كده. وعندنا كمان بقى سعر الموبايل اللي يعتبر مفاجئ شويه بالامكانيات بتاعته. انا اللي ضايقني بس ان المعالج بتاعه جاي في السعر ده. الموبايل النسخه 512 16 جيجا رام بيجي ب 1388 دولار، يعني يعتبر حاجه 55000 جنيه مصري. فطبعا ده رقم كبير جدا على المعالج بتاعه. بس لكن الكاميرات بيرفكت الصراحه. ده كان رايي الشخصي بالنسبه لي للموبايل. اكتب تحت انت في الكومنتات هل انت شايف في حاجه تانية قويه جدا في الموبايل غير الكاميرات بتاعته والمعالج بتاعه ينفع ان انا ادفع فيه السعر ده، ولا في موبايلات تانية فيها معالج اقوى يستحق ان انا ادفع فيهم سعر اكتر من كده كمان. اكتب تحت في الكومنتات اشوف رايك ان شاء الله. واستنوني فيديو تاني كتير ان شاء الله. كان معاكم عمر هاني، استنوني فيديو تاني كتير، وفي امان الله.